مرحبا، كيف حالكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. كيف وعدتكم غادي نبقى نوجد معكم وصفات مالحه. اليوم شاركت معكم هاد الرغيفات اللي كيجيو معمرين في الفران مقرمشين. ما نطولش عليكم، ديريكت غنبدا معكم في طريقه التحضير. اول حاجه باش نوجدوا العجينه هاد الرغيفات تبعوا معايا. هنايا عندي 3 ديال الكيسان ديال الطحين الابيض ونص كاس ديال الفينو. هنا عند بيضه واحده، شويه ديال خميره الخبز وشويه ديال الملح. عندنا 2 مغارف ديال الزيت، واحد مغروفه ديال الخل والماء باش نجمعوا العجينه. غادي نبداو نوجدوا في العجينه وانا كنشرح لكم وانتم كتشوفوا الطريقه ديال التحضير. في واحد البول غادي نجيب الطحين، غادي نعمل واحد الحفيره، نعمل واحد البيضه. انا دائما كنحاول نعطيكم القياس بالكيسان باش يعني الواحد يكون عنده طريقه جد سهله واضحه بلا تعقيدات. غادي نعملوا ديك البيضه، غادي نعملوا 2 مغرفات الزيت، واحد مغروفه د الخل اللي كتعطي لهم ديك الهشاشه، شويه ديال الملح وشويه ديال الخميره ديال الحلوى، ما يعادل مغروفه يعني ما عمراشي. صافي غادي نبدا نجمع بالماء، الماء عادي. دائما المقادير غادي تجبروها عندي مكتوبه في صندوق الوصف. والماء كنضيفوه شويه بشويه حتى تجمعنا العجينه ديال الرغيفات اللي كنعملو دائما. معروف القوام ديالها كيفاش كتجي. صافي غنكتفي بالماء واحد شويه، غادي نزيد نجمع العجينه ديالي، غادي ندلكها واحد شويه. دائما كنبداو من العجينه هي الاولى باش نخليوها ترتاح على بيد من نوجدوا الحشوه. هذا كان طلب ديال بزاف ديال المتابعات، وواحد السيده كانت عطاتني تعليق في الفيديو الاخير، قالت لي كوثر بركه علينا من الحلاوه، عطينا وصفات مالحه. دابا غادي نبدا نعطيكم وصفات مالحه ان شاء الله تكون سهله. العجينه ديالي بعد ما دلكتها واحد شويه خليتها، غطيتها بواحد بلاستيك غذائي وخليتها ترتاح، وغادي ندوزو للحشوه. الحشوه دائما كتبقى اختياريه باللي عندكم موجود في الدار. هنا عندي واحد البصله كبيره مشلضه، شويه ديال صدر ديال الدجاج، عندي هنايا شعريه فيرميسيل، انا كنختار كنستعمل الشعريه ديال الروز. عندي هنا بالنسبه للتوابل شويه ديال الابزار، شويه ديال السوداني اللي كتعطي ديك الحروره. عندي هنايا شويه ديال السكينجبير، الملح، التحميره، وشويه ديال الثوم بودره، واللي ما عندوش الثوم بودره يستعمل الثوم عادي يحكه، شويه ديال المعدنوس. واحد المقله غادي نعمل فيها الزيت، غادي نعمل ديك البصله كبيره اللي مشحره، صافي غادي نخليها يعني على نار مهيله حتى تشحر ديك البصله على خضره. دابا غادي نعمل عليها ديك التوابل، الفلفل والسكينجبير، الابزار، الملح، البابريكا والفلفل والثومه بودره، وغادي نخلي حتى تشحر ديك البصله على الخاطر. كل واحد وشنو يقدر يعمل، كاين اللي كان كيعمل فيها يعني سبق لي عملتهم انا بالكبده ديال الدجاج والغزلان، حكيت معاهم الجعده والقراع وقطعت فيها الفلفله عاوتاني كتجي غزاله. ودابا انا عندي هاد الحشوه يعني هاد المكونات هادو عندي في الدار، كنت غادي نعمرهم باللي عندي ونشارك مع المشاهدين ديالي. غادي نضيف شويه ديال المعدنوس ونخلي المكونات تسوطه في المقله وانا منقصه العافيه باش ديك البصل كتطلق ديك الماء ديالها وكتشحر مزيان. انا الصراحه كيجوني هاد الرغيفات جد سهل، لينا كتسلم عليكم وكتقول لكم كيجيو لذاذين، جربوهم وعملوهم لولادكم، وفعلا تعطيوهم لولادكم المدرسه كيجيو زعما شباعين. بالنسبه للشعريه فيرميسيل عملت واحد الكسرونه فيها الماء طايب وعملتها حتى ترخات مزيان، وجبت واحد المقص وبقيت كنقطع منها باش ما تجيش شي شرائط طويله. غادي نحاول انني نقص منها مزيان نقطعها ونعملها تقطر في شي شبكه. وشفتوا الحشوه راه هي ترخات مزيان وتشحرت،
دابا مبقى لي غير نزيد عليه هذيك الفيرميسيل، وها الحشوه واجده. نسيت ما قلت لكم شيء. قبل ما نضيف ديك الفيرميسيل حكيت جبن في الحشوه ديالي، واللي ما عندها شي جبن موتزاريلا او جبن حمر تستعمل جوج ديال الفرماجات مثلثين، حتى هما كيعطيو ديك التعليكه للحشوه. دابا غادي نزيد المكون الاخر، هاد الشعريه، وغادي نحاول نخلط مزيان هنا باش تدخل مع التتبيله وباش تنسجم مع باقي العناصر. صافي غادي نحرك مزيان انا، وغادي نخلي الحشوه ديالي حتى تبرد مزيان. غادي نمشي باش نبدا نطلق الرغيفات ديالي اللي غادي يكون قرصتهم كويرات صغار وخليتهم يرتاحوا. انا قلت لكم عندكم يعني الفلفل، الجعده، القرع خضراء، الزيتون مقطع، اللي عندكم تقدروا تزيدوا. هادو كنت سبق لي وجدتهم حتى في رمضان، غير ما سعفتنيش الوقت باش نصورهم ونشاركهم معكم. اليوم عاد كتاب. صافي جيت بالنسبه للرغيفات ديالي، غادي خليتهم يعني قرصتهم هاد الكويرات صغارين بحال الا كنعملوا الرغيفات ديال الدار العاديين. شنو كنقطعوهم صغارين شويه، غادي نبدا نطلقهم. والسر باش يجيو لكم هاد الرغيف مقرمشين هي هاد المايزينا. غادي نطلقوهم بشويه ديال الزيت مذوبه فيهم شويه ديال الزبده والمايزينا. هذا هو السر باش كيجيو الرغيفات مقرمشين وخفافين بحال الا مستعملين العجين مورق. صافي مشيت للبوطاجي ودهنت المكان ديال العمل بالزيت، وغادي نبدا نطلق الرغيفه ديالي. شوف دابا العجينه فاش كترتاح كتساعدنا وكتساعد معنا في الطليق. نحاولوا نرققوها ماكسيموم باش ما تجيش العجينه غليظه معنا في وسط الرغايف كيجيو مورقين. انا قلت لكم الا تبعتوا هذه الطريقه هذه متاكدين غادي يخرجوا معكم مقرمشين وخفافين. غادي نحاول اني نسرح حتى الجوانب، ممكن نرش شويه ديال مايزينا. غادي نعمل شويه ديال الزيت مع الزبده، وغنرش عاوتاني مايزينا. كل ما نطوي نرش شويه ديال مايزينا باش كيجيو مورقين، يعني كتجي ورقه مفروزه على اختها. ايوا صافي كنطويهم بهذا الشكل هذا مربعين بحال الا كنطويو الرغايف العاديين. غادي نعاود معكم بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي. المهم بالنسبه لهاد المكونات هادو راه خرجوا لي 9 ديال الرغيفات وجاتني قد العجينه قد الحشوه. اذا بعد ما كملت العجينه كامله غادي نجي وغادي ندهن بشويه ديال الزبده والزيت، وغادي نبدا نسرح ديك العجينه ديك الرغيفه. غادي نبداو نسرحوا فيها حتى ترقق كيف ما كتشوفوا معايا. ملي كيرتحوا كيتسرحوا بكل سهوله. ومع ديك الخميره اللي عملنا كتخليهم دغيا كيترخاو. صافي دابا غادي نبدا نوجد الحشوه. غادي نبدا نجيب الحشوه واحد المغروفه، وغادي نبدا نعمر. وشوفوا الطريقه كيفاش غادي نطويهم. اذا غادي نجيب الاطراف، يعني غنمشي للقناه ديال الرغيفه نهز واحد القنت وننزلو فوق ديك التعميره، وغادي نزيد الطرف اللي اونفاس معاه ونطويو على اليمين، نكملو على الشمال. ما غادي تلصقوا حتى بشي حاجه، راه العجينه كتلصق في بعضها.
صافي هادو هما الرغيفات ديالي، غادي ننزلهم على جنب يرتاحوا ونمشي نكمل بنفس الطريقه. كنتمنى الطريقه تكون يعني مفهومه. غادي نعاود معكم باش تزيدوا تفهموا. غادي نمشي للرغيفات اللي خليتهم حتى ارتاحوا مزيان، غادي نحاول نسرحهم مزيان والجوانب والاطراف باش ما يجيوش غلاطين. نحاول نرقق، وغادي نجيب مغروفه ونبدا ننزل في ديك العماره او الحشوه ديالنا، وكنمشي للاطراف وكنتني كل طرف كننزلو على الجنب اللي اونفاس ليلو، وكنرد الطيه من اليمين من الشمال. ايوا صافي، يعني الطريقه جد سهله، غير تشجعوا جربوهم بحال هيدا مع شي سوطه اولا مع الحريره اللي عشا خفافين. كتعرفوا دابا البرد كنبغيو شي حاجه سخونه هيدا في العشاء وتكون خفيفه. شفتوا الطريقه كيفاش سهله، والعجينه كتلصق لراسها ما تلصقوها حتى بحاجه. بعد ما عمرت الرغيفات سبحان الله كتجي قد يعني هاد الكميه اللي عملت قد العماره قد العجينه اللي عندي. غادي نجي بعد ما ارتاحوا شويه، غادي نبدا نقرص فيهم بشويه بشويه، وكنكون دهنت واحد اللاطه بالزيت او الا عندكم بابي كويسون من الاحسن. غادي نزيد نقرصهم واحد شويه باش كيترققوا، راه هما ملي كيدخلوا الفران كيتنفخوا. والفران هنا عندي شاعل على درجه الحراره 180 درجه، كنشعلوا عليهم من تحت حتى كيتحمروا هيدا من القاع. ديك الساعه نشعلوا عليهم من الفوق باش كيتحمروا. وقبل ما ندخلهم الفران غادي ندهنهم بواحد بيضه ونزوقهم بواحد شويه ديال الفرماج محكوك وشويه ديال المعدنوس، وكتبقى تزيين على حسب الاختيار ديالكم. صافي جبت الطاوه ديالي، شفتوا الرغيفات كيفاش كيجيو مسرحين فيها. زيد يعني تكيت عليهم حتى الحجم ديالهم كيزيد يكبر. انا قلت لكم كنعاود نزيد نشرح لكم. غادي ندهن بواحد البيضه، ما كنفرزوش الصفر على الابيض، كنخليو بيضه مكموله. كندهنوا الرغيفات ديالنا. غادي نجبد شويه ديال الجبن، اما موتزاريلا او جبن حمر اللي عندكم متواجد في الدار. انا عندي جبن موتزاريلا، غادي نحكو. غادي نزين بواحد شويه لمسه اخيره ديال معدنوس مقطع كيزيد نعطي لهم منظر. غادي ندخلهم الفران وترجعوا معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الرغيفات معمره. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا. كيجيو الصراحه غزلان وكيجيو خاويين من داخل وخفافين بزاف ومقرمشين. اش غنقول لكم، ديك الزبده اللي عملنا مع الزيت وديك المايزينا هذوك ضروري ومهمين. الا ما عملناهمش راه ما غيجيوش مقرمشين مره وما غيجيوش بهذا الشكل هذا باقيين سخونين معايا. كنتمنىكم تجربوهم ويعجبوكم. غادي نخلي لكم فيديو اخر ان شاء الله، وصفه اخرى وتكون مالحه ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله. وما تنساوش الاعجاب وتبارطاجيو الفيديو ديالي، ولاول مره يزور القناه يفعل الجرس باش يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.